الشيطان أكبر ابتلاء بيقابلنا في حياتنا، لأن الشيطان دايمًا بيلعب على ال إحساس آدمي موجود عنده دايمًا عند الإنسان فينا وهو الخوف. الشيطان يا جماعة لا يملك أدوات كتير يقدر إن هو يواجهنا بيها. كل اللي بيملكه لمّا كان بيتكلم مع أهل النار فكان بيقول لهم "وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي." فهو دايمًا الشيطان دايمًا متوافق مع هوى النفس. ف النهارده هنتكلم عن مفهوم لاحظت إن هو موجود عند ناس كتير جدًا وبيقابلنا تقريبًا كلنا. والمفهوم ده دايمًا بيتلخص في الآية القرآنية اللي بتقول: "الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرةً منه وفضلا والله واسع عليم." في الآية دي بتلخّص حاجات كتير أوي هي بتقابلنا في حياتنا. أولها فكرة إن الشيطان بي شايف إن هو يعدكم الفقر ديّة، هو الشيطان شايف إن أنت خلاص أنت المفروض إن أنت توقّف هنا. فهو بيحاول بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة إن هو يقنعك ويقنع نَفْسك إن أنت خُد بالك أنت لو سِبت الشغل ده فأنت مش هتلاقي شغل تاني. أنت لو خدت الخطوة ديّة، فأنت هتخسر خسارة كبيرة مش هتقدر تحققها. أنت لو طلّعت صدقة، فأنت فلوسك نقصت. طب ما أنت الفلوس ديّة أنت أولى بيها. الشيطان دايمًا بيكون في تحرُّكه مع النَفْس بيروح لمنطقة، المنطقة ديّة هي الخوف. منطقة الخوف اللي هي بتتكلّم إن أنت لازم تكون محدود. أنت احسب كل جنيه بتطلّعه صدقة، لإن أنت ما فيش حاجة اسمها سيبك من مفهوم إن الصدقة ديّة إن الفلوس بتتضاعف والكلام ده، أنت هتفتقر. أنت بنظرية الندرة الفلوس اللي معاك قليّلة، فأنت لمّا تطلّع جنيه فأنت خسرت الجنيه. فهو الشيطان بأدواته المحدودة ديّة اللي هي أولها وأهمها هي فكرة الخوف والشك إنه يغرسهم جواك. بيبدأ إن هو يخلّيك للأسف تتعرّض لحاجة خطيرة جدًا، ألا وهي نظرية البُخل في كل حاجة. إن أنت تبقى بخيل مع نَفْسك، إن أنت ما تاخدش خطوات كتير لإن أنت خايف. و و وخلاص بقى ده جزء منّك ومن عقيدتك. إن أنت تبقى بخيل مع الناس، إن أنت ما تدّيش كتير لمّا ييجي يتكلّم مع ناس. خُد بالك إن أنت لو علّمت فُلان هياخُد مكانك في وقت من الأوقات. إن أنت ما تتصدّقش. خُد بالك إن الفلوس اللي معاك هتخلص. فيبدأ بيحاول إن هو يخلّيك عاجز ويخلق عندك حالة خوف نَفْسي. الخوف النَفْسي ده يتحوّل مع الوقت لاقتناع حقيقي بإن هو أنت أنت محبوس جوّه الخوف بتاعك. أنت عمرك ما هتخرج من المنطقة ديّة، لإن هو راسم لك إطار الأمان اللي هو قايل لك إن أنت لو خرجت برّه الدايرة ديّة، فأنت خرجت برّه الأمان. والأمان ده في كل بقى ال ال لو أنت بتشتغل في وظيفة فهو مش عايزك إن أنت تتطوّر، فهو اللي موقّفك وحاطط لك عوائق كتير جدًا. لو أنت بتفكّر تاخد خطوة، الخطوة دي مختلفة، يقول لك يا عم ما تريّح يا عم. أنت لو رُحت أنت شايف فلان اللي هيتريق عليك وشايف وشايف التعب اللي هيحصل لك. أنت كده مستريّح ومبسوط. فالفكرة هنا في إن إحنا ب بن إحنا في حرب نفسية مع الشيطان وحرب مع نفسنا. إزاي نقدر إن إحنا نتجاوز دي؟ طب نطلع من المنطقة ديّة إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى لمّا بيكمّل الآية بيقول "الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرةً منه وفضلا." أول حاجة، وده من جمال القرآن الكريم وتعبيراته، إن ربنا سبحانه وتعالى لمّا قال "والله يعدكم مغفرةً منه وفضلا" إن ربنا سبحانه وتعالى عالم بنفسنا. فما قالش عكس المفاهيم اللي في الأول. "الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء." يبقى الله يعدكم غنًى منه. لأ، الله سبحانه وتعالى مغفرةً منه وفضلا. مغفرةً لإيه؟ مغفرةً لإن إحنا أكيد هنروح مع هوى النفس بتاعنا ده في وقت من الأوقات، وهنحس إن إحنا خايفين. يعني الخوف ده حاجة آدمية. ده مش معناها الحلقة دي مش معناها إن أنا بانفي إن الخوف ده مش هيقابلنا. الخوف ده حاجة آدمية تمامًا هتقابلنا، وأكيد هنخاف، وأكيد هنتخض وأكيد في وقت من الأوقات هنحس بحالة الشك، وأكيد في حالة من الأوقات هنحس إن بالتحديات اللي بتقابلنا، وإن أنا باقول خلاص كفاية كده، وإن أنا أحط نقطة عند حاجات معيّنة أنا خدتها كقرارات في حياتي. باحس إن خلاص كفاية. يقول لك خلاص كفاية، أنت غلطت بما فيه الكفاية، وقّف كده. أو ما تطلّعش صدقة، أنت أولى بالفلوس. فربنا سبحانه وتعالى عارف إن نفسنا البشرية بتميل لده. فهو ربنا سبحانه وتعالى وعدنا إن هو هيغفر لنا تقصيرنا لمّا نعمل ده. هيفتح لنا باب العودة، لإن ربنا سبحانه وتعالى هيعاملنا بالفضل لا بالعدل.
فده من الجمال ربنا سبحانه وتعالى، زي ما سيدنا موسى لمّا وكز لمّا قتل الراجل، لمّا وكزه قال: "رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي." فغفر له. ليه؟ لإن ربنا سبحانه وتعالى قال وعدنا بالمغفرة. فربنا سبحانه وتعالى أول حاجة وعدنا بإن هو هيغفر لنا سوء ظننا في ربنا سبحانه وتعالى الكريم، إن إحنا رُحنا معاه دعوة الفقر ووقفنا مكاننا بسبب اللي الشيطان قاله لنا. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: "والله واسع عليم." واسع هنا ربنا سبحانه وتعالى قال مش بيعدنا بالسعة، واسع يعني واسع عليم، إن دي من صفات ربنا سبحانه وتعالى. واسع يعني إن دايمًا السعة موجودة، بس أنت تشوفها. واسع إن ربنا سبحانه وتعالى قالها بالصفة، كلمة واسع هنا بتدل على دوام الحال. يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي أغناك زمان هو اللي قادر إنه يغنيك بعد كده. فاكر لمّا كنت أنت قاعد في وقت من الأوقات مش لاقي شغل وعندك مشكلة مالية وربنا سبحانه وتعالى بعت لك حاجة، الحاجة ديّة هي اللي كانت سبب فتح ال 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 فتح عليك وحلِّت لك المشكلة دي؟ افتكر بقى مواقف، ومواقف، ومواقف، وحاجات عدِّت عليك في حياتك وأنت مش عارف دي كانت هتتحل إزاي كمشكلة واتحلِّت. ممكن من غير أنت ما تخطّط أصلًا لحاجة معيّنة، لقيت إن في حل، أو ربنا سبحانه وتعالى بعت لك حد، الحد ده هو اللي ساعدك وخَد بإيدك في مشكلة معيّنة كانت بتقابلك. الفكرة هنا كلّها إن أنت تحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. لو إحنا بنتكلّم بقى في إن أنا أخرج من ده إيه، أخرج من ضيق هوى النفس ال ال ودعوى الفقر اللي الشيطان بيقولها، لضيق أس ل ل ل ل ل للفرج والسعة من ربنا سبحانه وتعالى. بس عشان أعمل ده أنا محتاج شوية أدوات. أولها إني أنا عارفين كده في عقلية بتقول اللي هي إيه الworst case scenario، اللي هو افتراض الأسوأ. أنا دلوقتي كنت باشتغل في شغل والشغل ده ما بقاش موجود. إيه أسوأ حاجة؟ إن الجنيه اللي ما بقاش ييجي لي ده، إن الجنيه اللي كان بييجي لي ده ما بقاش ييجي لي. طب أنا هاعمل إيه؟ كل اللي هيحصل إن أنا خلاص أنا هاقدر إن أنا أعمل خطة مالية أقتنع بيها. الخطة المالية ديّة هي دي اللي أنا هاستمر عليها لفترة لحد ما الجنيه ده اللي ما بقاش ييجي لي ده ييجي لي تاني أو ييجي لي أكتر منه. تمام؟ ففكرة إن أنا أعمل الخطة. الحاجة التانية أعمل خطة للworst case scenario أو السيناريو الأسوأ. الحاجة التانية هي فكرة الحركة والاستمرار والسعي. لإن الحركة ربنا سبحانه وتعالى وعدنا فيها إن أنا طول ما أنا باتحرك قالوا: "ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة." ومش معنى الهجرة ديّة معناها مش شرط إن أنا أروح لمكان بعيد خالص. الهجرة دي ممكن إن أنا أسيب شغل وأروح لشغل تاني. الهجرة دي معناها أسيب محافظة وأروح لمحافظة تانية، أسيب بلد وأروح لبلد تانية. إن أنا دايمًا أبواب الرزق مفتوحة، فأنا أتحرك دايمًا وأسعى. الحاجة التالتة إني أنا دايمًا أخالف هوى النفس بإني أعمل الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدني بيها، واخلّيها دايمًا عادة من عاداتي. لو أنا باتصدّق أخلّي دايمًا معروف إن أنا يوم الجمعة مثلًا باطلّع صدقة قبل صلاة الجمعة، لإن ده يوم مبارك. فباعملها، أو أنا باعمل صدقة يومية حتى وإن كانت قليلة. فأنا باخالف هوى النفس بإني أنا باعمل حاجة يبقى لي دايمًا حال مع ربنا سبحانه وتعالى في إني أنا باعمل الصدقة ديّة بغض النظر عن الظروف، بغض النظر أنا معايا كام، بغض النظر عن الإمكانية بتاعتي في الوقت ده، لإن قليل دائم خير من كثير منقطع. تمام؟ في الآخر اللي أنا عايز أقوله إن أنت إن إحنا محبوسين جوّه جوّه هوى النَفْس. إحنا محبوسين جوّه البُخل النَفْسي مع نَفْسنا، مع الخوف النَفْسي. وده مخلّينا ما ناخُدش قرارات كتير أوي. القرارات دي في حياتنا ممكن تكون هتفرق كتير أوي، مع إن ربنا سبحانه وتعالى بيوعدنا مع بيوعدنا بإن إحنا لو خرجنا من الجزء ده هنشوف سعة كبيرة جدًا، لإن ربنا سبحانه وتعالى واسع، كان واسع وما زال واسع وهيستمر. ربنا سبحانه وتعالى هو الواسع سبحانه وتعالى. فاخرج من الخوف النفسي ومن هوى الشيطان لسعة ربنا سبحانه وتعالى، وخلّيك مع وعد ربنا ليك بإن أنت إن أنت لو خرجت وهاجرت لربنا سبحانه وتعالى وتصدّقت، ربنا سبحانه وتعالى هيفرجها عليك. وكل مشكلة بتقابلك في حياتك هتتحل مهما كان حجمها ومهما كان تعقيدها بالنسبة لك، هي على ربنا سبحانه وتعالى. قال: "كذلك قال ربك هو علي هيِّن." لمّا سيدنا زكريا سأل ربنا سبحانه بيقول له إن أنا "وكانت امرأتي عاقرًا وقد بلغت من الكبر عتيًّا." ده يعني أنا امرأتي عاقر أصلًا، يعني ما بتخلّفش، وأنا راجل خدوا بالكم إن هو الكبر العتيّة هنا بتتكلم إن هو كان راجل تسعيناتي، يعني مش راجل صغير في السن. فربنا سبحانه وتعالى لمّا رَد عليه قال له إيه: "قال كذلك قال ربك هو علي هيِّن." يا عم ده بالنسبة لك اللي كبيرة.
لكن ربنا سبحانه وتعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا. الفكرة ديّة اللي هي فكرة إن أنا لمّا أستدعي النجاة السابقة، من أجمل الأفكار اللي ممكن تقابلك. بُص، طب أنا خلقتك أصلًا وأنت ما كنتش موجود، حتى لو كانت بالنسبة لك هي مستحيلة، لكن على ربنا سبحانه وتعالى هيّن. فأنت دايمًا لمّا تلاقي حاجة بتقابلك في حياتك، استذكر الآية الكريمة إن ده إن ده من الشيطان. لمّا بيقابلك دايمًا إن أنت خايف، إن أنت قلقان، إن أنت بيقول لك لأ خليك حريص اوعى تتحرك، اعرف إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وافتكر حلها دايمًا إن أنت تتحرك والله واسع عليم. وده إزاي؟ لإن أنت عندك رب سبحانه وتعالى كان وما زال موجود واسع، وهو هيرزقك. وخليك رحيم بنفسك، لأن ربنا سبحانه وعدك إن هو هيغفر لك عادي حتى التقصير ده. واعرف إن قال كذلك قال ربك هو علي هين. هي سهلة على ربنا سبحانه وتعالى. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.